صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرف ليش استجابة دعوتك متعلقة في اليقين؟ أنا أقول لك ليش. لأنك دائما ترسم صورة الفرج في ذهنك. فلان حيجيني من هذا المكان، حتجيني وظيفة من هذا المكان، حسافر عن طريق فلان، بتزوج عن طريق فلان أو فلانة إذا وافقت. كل هذه صورة الفرج شيء، لكن قدرة الله على تحقيق أمانيك شيء آخر. كيف يعني؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقال إن الله على كل شيء قدير. فإلى متى تفكر في الأسباب؟ يكون عندك overthinking، دائما تفكر بالأسباب بشدة. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد لك الفرج هيأ لك الأسباب من أماكن لم تتوقع أن يأتي منها الفرج. يمكن يخدمك حتى عدوك عشان تحقق هدفك لما تصبو إليه. طيب، وكيف الله سبحانه وتعالى يهيئ لي هذه الأسباب؟ إلزم الاستغفار، انتظر الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. تبغي رزق من حيث لا تحتسب، إلزم الاستغفار. طيب، خذ الدليل. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقصد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله سبحانه وتعالى وعدك: أنا ما راح أعذبك، لكن استغفر وتوب. قال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعك في الدنيا يا بني آدم، ما قال هذا في الآخر. يمتعك في الدنيا. في الدنيا أول حاجة يمتعك حياة طيبة في الدنيا، راحة، سكينة، اطمئنان. طيب، غير الراحة والسكينة والاطمئنان، قال تعالى، شوف التوضيح الموجود في القرآن الكريم عشان الاستغفار: وأن استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. باستغفارك تمطر السماء ويمددكم. ما قال يجيب لك هنا وهنا حاجات بسيطة، مدد يا ربي مدد. يمددكم بأموال، بنين، واجعل لكم جنات، واجعل لكم كل هذا عشان بسبب استغفار. يا الله، ما أكرمك يا رب وما أعظمك. استغفر لله سبحانه وتعالى من كل قلبك وأنت كذا خاضع ومتدلل: يا رب أنا عارف أني مذنب وذنوبي كثيرة، والله هذه الذنوب الكثيرة أنا أعرف أنها تحول بيني وبين رزقي. طيب، استغفر وتوب إلى الله. مش تستغفرك وأنت مصر على المعاصي. ستخطئ مرة أخرى، ستخطئ، لكن تتوب. الله سبحانه وتعالى إذا علم صدق توبتك في المرة الأولى سيقبلها منك وستتوب مرة أخرى. لكن مش توبة كذابة، لا، أنت تتوب وفي نفسك: لا، أنا حرجع لهذا الذنب. أنت مين تغلط؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لا تغلط نفسك. الله سبحانه وتعالى عالم بخفايا وأسرار نفسك. فتوب بصدق ليل نهار. إلزم، من لزم الاستغفار إلزم. والله العظيم لا تبشر بالمدد، لكن إلزم واقلع عن الذنوب، وخاصة ذنوب الخلوات اللي هي أصل الانتكاسات، مش بس قدام الناس. وما خفي كان أعظم. جهد نفسك، والله لترى الخير الكثير. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وعد الله سبحانه وتعالى وعدك فيه. فأين أنت من هذا الوعد؟ أتمنى أن تكون هذه النصيحة قد وصلت ولامست مشاعركم ووجدانكم، والدال على الخير كفاعله. فأرجو منك أنك ترسل هذا المقطع عشان غيرك يستفيد، وكلما استغفر غيرك كلما حصلت أنت الأجر والثواب.